السلام عليكم. معانا النهاردة أقوى ممكن صفقة تكون الساحة الرياضية في السنة الجاية. من هي الصفقات اللي ممكن تبقى في الأهلي السنة الجاية؟ معانا محمود حسن تريزيجيه، أهم لاعب في منتخب مصر. كمان سمعنا إن الأهلي بسبب الفلوس اللي هتخش له كأس العالم بيحاول يفوض إلى مصر يقبض. لكن خلينا متفقين إن النادي الأهلي عنده فرقة قوية هتنافس على الكأس العالم. كمان دوري الأبطال هيكون دي فرق كبيرة جدا مشاركة، ولكن النادي الأهلي بيكون أهم فرقة في البطولة، هتبقى حاجة قوية جدا جدا جدا. الأهلي يبقى مشارك في البطولة باسم مصر. خلينا متفقين مش لازم كل الناس تشجع الأهلي، يعني أنا مثلا مش هشجع الأهلي، أنا كوني زملكاوي، فكل اللي يشجع الأهلي أهلاوي، إما بيحب يعني الفرقة بتاعت طبعا مصر. نكون أنا أشجع الأهلي وأنا أهلاوي ده عادي، لكن أكون أشجع الزمالك وأنا زملكاوي فعلا اللي مش عادي. تمام. هل الأهلي بيحاول يشتري عمر مرموش أهم لاعب في منتخب مصر؟ الأهلي بيحاول يشتري عشان يكون معاه كمية أجنحة قوية جدا تخش بيه البطولة، بحيث إن الأهلي يبقى حاجة قوية جدا ويبقى قدام الفرق حاجة مش سهلة، مش زي كأس النسخ اللي فاتت اللي كان سهل جدا إن هو يخسر. حاليا الأهلي موجود عشان يعمل أقوى سلسلة فوز في البطولة، وما يكونش زي المرات السابقة إن هو يخش ويخسر وكده. لأ، ده حاليا مع صفقة قوية. وكمان الأهلي بيحاول وبيسعى إنه ينهي عقد أحمد سيد زيزو من الزمالك. ده عايز يجي في شهر 6 الجاي ويشتري، وده هيحصل. زيزو هيجي الأهلي ودي حاجة هتحصل. الأهلي فرقة صعبة جدا إن انت تقف قدامها، بحيث إن هو أصلا فرقة ما ينفعش حد يعني يرفض العقد بتاعها. العقد بتاع الأهلي هيبقى قوي جدا لأحمد سيزر، وبيكون لاعب قوي جدا في الفرقة بتاع الزمالك. كمان الأهلي قال لك أنا هشتري اللاعب اللي المدير الفني عايزه مهما كان مين هو. وكمان الأهلي بينافس على كريستيانو رونالدو، يعني الأهلي بيحاول يعمل قوة هجومية ضاربة، لكن دفاع نص ملعب مش قد كده. طبعا الأهلي يعني كمان ياخد باله من ناحية الدفاع، لأن الدفاع بتاع الأهلي وحش جدا 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 جدا. كمان الأهلي كمان بيحاول يسعى لضم لاعب نادي بيراميدز إبراهيم عادل لكان تقوية الهجوم في الفترة بتاع كأس العالم والفترة المقبلة في كأس العالم. طبعا بيراميدز بتحاول إن هي تحافظ على اللاعب، لكن الأهلي بيحاول يشتري. ورب جدا هنشوف صفقة وماركات كبير جدا في النادي الأهلي بركة رياضية فعلا مصر. السلام عليكم.